في 16 ابريل 2004 تزاد الياس في بلد ديال ديبيلورا في برشلونه اقليم كاتالونيا، من اسره مغربيه 100% بالضبط، كتنحدر الاصول ديالها من مدينه تطوان. الياس في سن صغير بانت الموهبه ديالو الكبيره اللي خلات الابوين ديالو يسجلوه في اكاديميه لاماسيا في سن 3 سنوات، اللي ما غاديش يستمر فيها بزاف بسبب بعض المشاكل الصغيره، فغير الاجواء الجار خيمناستيك دي طاراغونا. فهنا زاد بين على الموهبه ديالو الخارقه اللي دفع اداره برشلونه باش تعاود ترجع الياس للاكاديميه، فتسلق جميع الفئات، بل وكان كذلك يعتبر بالموهبه الجديده للبلاوغرانا، ومرشح كذلك لخلافه الاسطوره ليونيل ميسي. سنة 2021 برشلونة وبعد تولي تشافي لتدريب الفريق قرر انه يعتمد على المزيد من الشباب، الشيء اللي خلى الياس يصعد للفريق لاول مرة. فلعب شوط واحد في مباراة اللي فازت فيها البارسا وقدم اداء كبير، ولكن من بعد عاد الفريق الرديف بسبب تعاقد الفريق بمجموعة من النجوم في نفس المركز، والابقاء على زميله عبد الصمد الزلزولي كبديل. الياس حس براسو يستحق فرصة كبيرة، ففي سنة 2023 قرر الانتقال لفريق فياريال الاسباني بصفقة انتقال حر، ويلعب بزاف من الدقائق، الشيء اللي تحقق من بعد واصبح لاعب كبير في الفريق ذو موهبة كبيرة. الياس ما نساوش انه راه كبر في اسره مغربيه ومتشبت بالثقافه المغربيه، بل كيتحدث كذلك بالدارجه المغربيه مزيان، الشيء اللي خلى الياس من صغره يحلم باش يلعب مع المغرب، وداك الشيء اللي كان. ففي سنة 2018 الياس التحق بالمنتخب المغربي الأقل من 15 سنة، لعب معنا 5 المباريات وسجل معنا 5 الأهداف. من بعدها عاد للمنتخب الإسباني وكمل معهم بحكم الاحتكاك واكتساب التجربة، بل كان هو العميد للمنتخب الإسباني الأقل من 21 سنة. فمن بعد سنة واحدة ومن بعد التألق ديالو مع فريق فياريال، الياس لأول مرة غيتلقى الدعوة من الجامعة المغربية لكرة القدم، فما تردش ولو لثانية وحدة، وقام بقبول الدعوة في اللحظة الأولى، الشيء اللي خلى الإسبان ما يتقبلوش الأمر بخسارة نجم وموهبة كبيرة مستقبلية. الياس التحق بالمنتخب الأولمبي بقيادة عصام الشرعي، وكان دائما كيبين على أن الحلم ديالو من الصغر ديالو أنه يلعب مع المنتخب المغربي، الشيء اللي أكد للصحافة المغربية ولجميع القنوات. انا فرحان بزاف. انا ملي كنت صغير، والله ملي كنت صغير بغيت نكون هنايا، وغادي نعطي كلشي باش نبقى هنايا ان شاء الله. الياس بعد فترة قصيرة تلقى الدعوة من طرف والد الركراكي للالتحاق بالمنتخب الأول، والشيء اللي تحقق، فإلياس هو اللي كتعتبر الخليفة الجديدة للأسطورة حكيم زياش. بعد فترة قصيرة الياس التحق بالمنتخب الأولمبي كذلك في أولمبياد باريس، الشيء اللي خلى المغاربة يتعرفوا عليه مزيان ويوقعوا في الحب ديالو. الياس الآن أصبح موهبة كبيرة للمنتخب المغربي، واللي معنا هو إن شاء الله غيقود المنتخب المغربي الفوز بكأس إفريقيا 2025.